إن أهل السنة والجماعة يزهدون في المناصب والولايات، ولا يطمحون فيما عند الحكام من الدنيا والجاه، ولا يداهنونهم بدينهم، ولا يتاجرون بعلمهم، ولا ينافقون غيرهم، ويعلمون أن من أتى السلطان افتتن، سالكين معهم منهج الإسلام في الاعتدال والتوسط، في الحب والبغض في الله، من غير إفراط ولا تفريط. وهم يفرقون بين النظام الذي تتبنى فيه الدولة الإسلام وتحكم به، وبين من تتنكر له وتتحاكم إلى غيره. لذلك لا يتسابقون إلى مقاعد البرلمان، ولا يزاحمون غيرهم على المجالس النيابية، لعلمهم بأنها اعتداء على حق الله تعالى في الحكم، فيمنعون أنفسهم أن يكونوا مطية للقوانين الوضعية وسبيلا إلى تشريكها مع حكم الله تعالى. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.